صباح الخير، وانسى الهم ينساك وعيش اللحظة، والحياة حلوة بكل ما فيها. ضحكنا بكينا الحياة مستمرة. صباح الخير تاني. انا بقالي مدة ما قعدتش معاكم في الصالون بتاعي، ولا دردشنا ولا جيتولي ولا رحتلكوا. لا، انا بروح لكم كل تلات كده، صح؟ انتوا بقى ما بتجوش. فانا النهارده حبيت ادردش معاكم واصبح عليكم. هتكلم معاكم في نقطتين صغنطتين سريعا كده. انا دلوقتي لابسه لبس الرياضه ورايحه النادي العب رياضه. انا بروح حد واثنين وثلاث بمارس فيهم الرياضه بتاعتي ايا كانت، مشي، بطلع الجيم، بطلع اليوجا، اللي ليا مزاج ليه النهارده ونفسيتي مستعده بعمله. انا بعمل الرياضه ليه؟ وده بوست كنت قريته برضو ولفت نظري. الرياضه مش علشان ابقى غزال او مانيكان او اخس. الرياضه ما بتخسسش فعلا، لكن الرياضه بتديكي حاجات تانية، بتخليكي تعرفي تتحركي، تعرفي تقعدي، تعرفي تطلعي سلم، تعرفي تتنفسي، بتخلي حركتك سهلة. هو المقصود من الرياضة انك انتي لما تكبري، احنا لسه صغنطتين طبعا، لما نكبر شوية نعرف نتحرك، نطلع سلم. النهارده المساعده بتاعتك ما جاتش، تقومي تريشي البيت، تقومي تكنسي، تقومي تمسكي المكنسه، تفتحي شباك. الحركه المقصود بالرياضه انك تعرفي تتحركي وانتي صغيره وانتي كبيره وتستمري في الحياه. ده المقصود بالرياضه. هخش على نقطه تانيه. أنا كنت منزلة بوست النهاردة ويمكن معظمكم قروه، اللي هو إن أحيانا الحياة بتضطرنا إننا نتغير. الكلام ده حقيقي مليون في المية. إن ما كانش بالنسبة لبعض الناس، بالنسبة لي أنا، وده عن تجربة. وأنا دايما الفيديوهات اللي بعملها معاكم بتكون كلها حقيقية وعن تجربة. أنا بالنسبة لي حياتي اتغيرت مرتين. المرة الأولانية أول ما اتجوزت واستمريت في الجواز، حياتي اتغيرت تماما عن ما قبل الجواز. وده صح، لأن الإنسان الطبيعي اللي بيتغير حسب ظروف حياته عشان حياته تستمر بشكل طبيعي. واتغيرت تاني بعد وفاة جوزي، لأن دي مرحلة عدت وفي مرحلة جديدة من حياتي أنا معرفش هعيشها إزاي. فطبيعي إن أنا أستمر في الحياة، حياتي ما تقفش عند حدث معين. فاستمرت حياتي وفكرت ازاي انا اتعايش مع الفترة دي من حياتي، بحيث ما مدش ايدي لحد، ما اطلبش حاجة من حد ولا من اقرب الناس ليا. انا اقف على رجلي وابقى قوية، والدنيا تاخدني وانا زي ما انا شامخة باذن الله وبعون الله. انا مش بقول الحياة تتغير بتغير الظروف، ان احنا نتغير يعني الحاجة، يعني عاوزة اقول الحاجة اللي ما بتتغيرش، عشان برضو في ناس هتناقشني وترد عليا، واحب ان احنا نتكلم. انتوا عارفين ان انا برد على الكومنتس بتاعتكم وكل حاجة، وباخد ودي كأننا قاعدين مع بعض نكمل المناقشة على الفيسبوك. مش معنى كلامي ان الطبع هيتغير اطلاقا مطلقا. الطبع ما بيتغيرش. الطبع ده بيطلع معاكي من يوم الولادة ليوم، ويطلع يوم
لما ربنا يفتكرنا او نتوفى او عمرنا ينتهي. لكن انت بتتغيري ده على حسب تفكيرك، عقلك اللي ربنا اداهولك. وتذكروا او وتفكروا يا اولي الالباب، اللي هو العقل. ربنا قال لنا فكروا، ما نقفش عند مشكلة ونقول خلاص الدنيا لا. طب نفكر. اول ما هتفكري وتلاقي حل، او ما لقيتيش حل، الدنيا بتبقى معاكي ماشية في الطريق الصح. المهم نفكر تفكير سليم، سلوكنا يتغير حسب تفكيرنا، حياتنا تتغير حسب تفكيرنا. المهم تتغير للصح اللي بيسعدنا. ايه رأيكم في الكلام ده؟ انتوا بتقولوا لي انت مقلة ليه في الفيديوهات، واقول لكم لازم اقول حاجة اكون انا مقتنعة بيها 100% ومرت بيا عشان اعرف اقولها. هي دي انا. اقول لكم ايه، تصبحوا بالخير، لان خلاص الميعاد بتاع الرياضة بتاعتي قرب. حبيت اقوله لكم وانا معاكم في الصالون، ادردش معاكم واصبح عليكم قبل ما اروح. اقول لكم ايه، باي باي، ومستنية ندردش مع بعض على الفيسبوك. باي باي.